ده فيديو سريع انا هعمله في دقيقتين بس، هشرح فيه لان ناس كتير ما تعرفش يعني ايه روماتويد وبتبعت تسألني يعني ايه روماتويد. الروماتويد هو مرض مناعي بيأثر على المفاصل، ممكن يأثر على حاجة تانية بس الأساس فيه إنه بيأثر على المفاصل. بنشخصه ازاي؟ بنعرفه ازاي؟ امتى نشك إن فيه روماتويد؟ لو في أي مفصل زي مفاصل الصوابع، مفاصل الكوع، الكتفين، الكوعين، الركبتين، الحوض، أنكل الرجلين، صوابع الرجلين بتورم أو بتتخشب أو بتوجع أو بتحمر أو نصحى من النوم نلاقيهم متخشبين، بنشك في روماتويد. طيب مين اللي بيشخصه؟ بنروح لدكتور الروماتيزم هو اللي بيشخصه. بيعرف ازاي؟ بيعرف بالكشف وبيعرف بالكلام اللي بنقوله وبالوصف اللي انا قلته لكم دلوقتي، وبيتعمل تحاليل بتبين الروماتويد ايجابي ولا الروماتويد سلبي، وسرعة الترسيب كام والسي ار بي كام. يبقى كده عرفنا امتى نشك في روماتويد ويعني ايه روماتويد. والروماتويد مرض مناعي. يعني ايه مرض مناعي؟ يعني مناعة الجسم فيها خلل بحيث ان الاجسام المضادة بتاعت الجسم بتهاجم المفاصل. ايه هو علاج الروماتويد؟ الروماتويد مرض مزمن بيحتاج علاج على طول. علاج الروماتويد مش مسكنات ومش كورتيزون. لو كان العلاج مسكنات كنا نزلنا الصيدلية أخدنا مسكن وخلاص، لو كان العلاج كورتيزون كنا نزلنا أخدنا من الصيدلية كورتيزون وخلاص. إنما علاج الروماتويد هو الأدوية اللي بتمنع تشوهات المفاصل. يعني إيه الأدوية اللي بتمنع تشوهات المفاصل؟ الروماتويد مشكلته الأساسية إن أنت بيبدأ يحصل التهابات في المفاصل. التهابات المفاصل دي مرة في التانية في التالتة في الرابعة يبدأ يحصل تشوهات. التشوهات هتلاقوا صورها على النت، اكتبوا صور الروماتويد هتلاقوا تشوهات كتير، وفي الحلقات بتاعتي اللي في التلفزيون كلها هتلاقي الصور والوصف، بس ده ملخص سريع. طيب حصل التهاب مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وما تعالجش، بيبدأ يحصل تشوهات في الصوابع، تشوهات في الركب. فالأدوية مهمتها الأساسية إنها تمنع التشوهات، توقف نشاط المرض، مش مهمتها الأساسية إنها تسكن الألم. المسكنات بناخد مسكنات فترة ونريح، الكورتيزون بناخد فترة ونوقف عشان يقلل الالتهاب. أما علاج الروماتويد الهدف الأساسي منه إن احنا نمنع التشوهات. طيب آخر حاجة، إيه هو العلاج البيولوجي وإمتى بنحتاجه؟ علاج الروماتويد الأساسي أدوية عادية بناخدها من الصيدلية، أهمها الحقنة اللي كل الناس عارفينها اللي بتاخد كل أسبوع بالسنتي، وفي أدوية تانية زي أفارا، زي بلاكونيل، زي أرسي فري، زي أي أدوية تانية من اللي بنكتبها للروماتويد. أدوية الروماتويد مش كتير، عشان كده هتلاحظوا إن أنتوا تروحوا لدكتور واثنين وثلاثة وأربعة وتلاقوا كل الدكاترة بتلف في 4 5 أدوية، لأن أدوية الروماتويد مش كتير. طيب هنفرض إن حد خد الأدوية دي والروماتويد مش بيقف، في الحالة دي بنلجأ لحاجة اسمها العلاج البيولوجي. ايه هو العلاج البيولوجي؟ العلاج البيولوجي دي عبارة عن علاج حقن اغلبه، وفي منه انواع حبوب بس اغلبه حقن. الحقن دي أأمن وأقوى من أدوية الروماتويد العادية، وبنمشي عليها عشان توقف نشاط المرض. مفيش دواء في العالم كله حتى هذه اللحظة بيشفي الروماتويد. مفيش دكتور يقدر يقولك انت عندك روماتويد وهتاخد العلاج الفلاني يشفيه. العلاج بيوقف المرض لكن مش بيشفيه. الفيديو ده انا عملته فيديو سريع عشان اجاوب على الاسئلة دي، وشيروه للناس واتفرجوا عليه عشان كل اللي يسأل يعني ايه روماتويد، يعني ايه علاج روماتويد، يعني ايه بيولوجي، يشوف الفيديو ده. وهعمل فيديو تاني بقى اجاوب فيه على اسئلتكم. خلاص، باي باي، اشوفكم على خير.